حكومة دكتور هشام قنديل في الاستمرار للقيام بأعمالها أم مع إقالتها؟ أنا ولا مع استمرارها ولا مع إقالتها. أنا مع إن يبقى في وزراء بيفهموا في كل شغل، يعني الوزير اللي يجي يبقى فاهم في شغله أو في شغل الوزارة اللي هو بيتعامل فيه. تمام. على سبيل المثال وزير نقل ما ينفعش يبقى وزير نقل وهو مش فاهم حاجة. لما يكون وزير نقل وهو مش فاهم حاجة في الطرق والكباري، مش فاهم حاجة في النقل، مش فاهم حاجة في القطارات، مش فاهم أي حاجة، بيعمل كوارث وبيعمل مصايب زي اللي بتحصل. لكن لما يكون وزير بيفهم هيقدر يمشي كل حاجة في مكانها. وده اللي احنا عايزينه، ان يبقى كل وزير فاهم شغله كويس. تمام. في أي إضافات تانية؟ شكرا. حضرتك مع استمرار حكومة دكتور هشام قنديل ولا مع إقالتها؟ لا، مع إقالتها. ليه؟ إيه؟ ليه؟ هي أغلبيتها، يعني أنا شايف أغلبيتها ما ينفعوش من النظام القديم. تمام. هل شايف إنجازات الحكومة دي ولا مش أي إنجازات؟ مش أي إنجازات. تمام. حضرتك مع إقالة حكومة دكتور هشام قنديل ولا مع بقائها؟ والله انا مع الحكومه السليمه اللي يعني اللي تمشي وتمشي البلد، بس يكون عنده خبره في الاقتصاد، لان طبعا احنا شايفين ان في مرض في البلد اللي هو الاقتصاد واقع. فعايزين واحد يكون عنده يعني يهتموا بالاقتصاد او يهتموا بالوزارات اللي هي الاقتصاديه. واخد بال سيادتك؟ فعشان نعدي بس من عنق الزجاجه دي. يعني حضرتك مع بقائها؟ مع بقائها، بس يعني نركز على الجانب الاقتصادي. تمام. طب حضرتك شايف هل في انجازات عملتها في حكومه دكتور هشام قنديل؟ الانجازات موجود انجازات، بس مش ملموس على ارض الواقع. يعني نقول في انجازات بس مش ملموسه، يعني منها إيه مش باينه. ليه عشان الدوله العميقه. طب ايه من الانجازات اللي عملها، ابرز الانجازات اللي اتعملت؟ يعني نقدر نتكلم مثلا، نقول دلوقتي مثلا يعني الامن برضو نسبيا واخد بال سيادتك؟ الاستثمارات اللي هم واقفين على ابواب، زي ما بقول لك، واقفين على ابواب البلد وعايزين يخشوا، بس عايزين استقرار. والاستقرار مش الا بالامن، بشغل الامن طبعا. ان تكون البلد الحاله الاستقراريه فيها تكون مظبوطه، بحيث ان احنا مثلا لما يجي حد يستثمر فلوسه هنا يبقى مطمن على امواله وعلى نظام الضرائب والتعامل مع الضرائب والتعامل مع كده يعني. تمام. طب حضرتك مع استمرار حكومه دكتور هشام قنديل في اداء عملها ام مع اقالتها؟ انا محايده. يعني محايده. يعني انت مع انها تمشي ولا انها تستنى؟ ولا ده ولا ده. طب انت شايفه انها عملت انجازات ولا لا؟ لا. حضرتك مع استمرار حكومه دكتور هشام قنديل ولا مع اقالتها؟ لا، مع استمرارها. ليه؟ اديها فرصه، ما ادتش فرصه. تمام. طب حضرتك شايف ان هو عمل انجازات خلال الفتره اللي فاتت؟ وما كانش فيه فرصه ان يعمل انجازات يعني. تمام. يعني حضرتك مع استمرار شايف ان الحكومه دي ممكن تعمل حاجه؟ ان شاء الله باذن الله. تمام. حضرتك رايك ايه في استمرار حكومه هشام قنديل ام اقالتها؟ لا، استمرارها هيكون ان شاء الله مظبوط، يظبط البلد باذن الكريم. طب حضرتك شايف انجازات عملتها حكومه الدكتور هشام قنديل خلال الفتره الماضيه؟ في انجازات كتيره فعلا. منها ايه الانجازات دي؟ منها اولا الامن عندنا احنا في الفيوم. الامن في الفيوم مش مظبوط حاليا 100 اخر اول. مفيش حوادث طرق ولا قطاع طرق ولا حوادث اغتصاب ولا قتل ولا الحاجات دي خالص؟ قلت جدا جدا. قلت جدا جدا. تمام. بالنسبه كمان حتى في الزباله في الشوارع بدات شارع نظيف. لا اكيد. اكيد بحكومه الدكتور هشام قنديل. يعني انت شايف ان الشوارع نظيفه وما فيهاش زباله خالص؟ لا، يعني بنسبه 10%. شغل المحافظين ده شغل المحافظين بنسبه 10% عن الاول. تمام. بدات المواقف كمان تنضبط. تمام. مواقف السيارات. تمام. يعني فيه مفيش غلاء في الاسعار ولا حاجه؟ بالنسبه للغلاء في الاسعار كالعاده. يعني غلاء في الاسعار ده كان عاده، ان هي بتطلع وتنزل من قبل كده وبعد كده. فدي يعني لسه برضه الاستقرار يعتبر ما بدأش، او القوانين اللي هي بتاع الدستور لسه ما بدأتش. لسه ما اشتغلتش. لا، ما اشتغلتش. فهو يعني مع الدستور املنا في الله كبير يعني باذن الله. تمام ان شاء الله. رايح حضرتك ايه في استمرار حكومه هشام قنديل ام اقالتها؟ اقالتها. ليه بقى؟ علشان هي اولا دي حكومه ما عملتلاش اي حاجه. احنا جايين عملنا الثوره علشان نعيش حريه كرامه انسانيه، هي ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، ما فيش ليها اي دور. الوزاره يعني ما لهاش اي دور في اي حاجه خالص نهائي. تمام.
طب حضرتك رايك ايه في مطالبات البعض باستمرار حكومه دكتور هشام قنديل، لان هم شايفين انها قامت بانجازات عديده؟ والله اللي هم شايفين انها قامت بالانجازات العاديه دي ناس لهم مصالح، انما احنا ناس من عامه الشعب، ناس تعبانه وناس غلبانه، ما عملتش اي حاجه خالص للناس الغلبانه ولا التعبانه. طب في راي حضرتك مين يصلح لرئاسه الوزاره في الفتره الحاليه؟ يعني في ناس كتير يعني تصلح لرئاسة الوزارة. يعني احنا اولا عندنا ناس كتير تصلح لرئاسة الوزارة، ونسيب بقى موضوع عشان نمشي البلد، ونسيب موضوع ده كان من الحزب الوطني وكان من الحزب البتاع. في ناس من الاحزاب الوطني، الحزب الوطني ما كانش لهم اي علاقة بالحزب الوطني يعني كسياسات او بتاع. تمام. طب مين الاسامي اللي في ذهن حضرتك تصلح لرئاسة الوزارة؟ يعني هو حاليا يعني مش في ذهني حد معين، ما في ناس موجودة في البلد يعني تصلح لرئاسة الوزارة. ونبعد عن الموضوع يعني الاخوان شوية، لان احنا مش الاخوان يعني ما بيعملوش حاجة، يعني بيكلموا كلام ما بيعملوش بيه. تمام، شكرا. عفوا.